هنعمل مع بعض النهاردة توستادا الجمبري من المطبخ المكسيكي. تعالوا مع بعض نشوف مكوناتها. دي المكونات الخاصة بسلطة التوستادا في طبق مناسب. وهنحط مع بعض كابوتشا متقطعة شرايح، عليها بعد كده طماطم شيري متقطعة، قطع من البصل الأخضر متقطعة طبعا. هنوزعها كده كويس مع بعض، ونحط قطع من الفجل المتقطع رقايق صغيرة جدا ورفيعة جدا. بعد كده هنحط كزبرة متقطعة شرايح صغيرة، ونتبل كل ده بالملح والفلفل. هنحط بعد كده قطعة من الأفوكادو، واحنا هنعصر على كل ده ليمون علشان يدي الطعم اللذيذ. وبعد كده شوية زيت زيتون، ونمسك معلقة ونقلب كل ده مع بعض عشان يختلط مع بعضه ويتجانس. على النار طاسة شوي، ونحط فيها الجمبري بتاعنا عشان يستوي. هنقلبه طبعا على الجنبين، والموضوع ده ما بياخدش اكتر من 4 دقايق. طاسة على النار، ونحط فيها عيش التورتيه علشان يتحمر ويتحمص زي ما انتوا شايفين. هنجيب سلطة التوستادا نحطها على رغيف التورتيه اللي حمصناه، وبعد كده هنجيب الجمبري ونبدأ نرصه بشكل جميل على الرغيف بتاعنا. وصفة جميلة جدا وفاتح هايل للشهية، ويلا بينا ناكل من جوه الحلة. نعمل مع بعض النهاردة وصفة هايلة اسمها كوكتيل الجمبري. تعالوا مع بعض نشوف بتتحضر لها ازاي. هنحضر الصوص الأول، مايونيز نحطه في طبق غويط مناسب، وبعدين نضيف عليه كاتشب، وبعدين تاباسكو صوص. منكترش لو ما بنحبش الحراق. نحط شطة حمراء، وبعدين ورشستر صوص. هنحط بعد كده عصير نص ليمونة، ونتبل فلفل وملح. هنقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما تختلط. بصوا بقى منظرها ولا الريحة، كمان لما هتدوقوا الطعم هتتجننوا عليه. هنحط حلة على النار وفيها مية، ملح، كمون، وعصير ليمون. هنسيبها تغلي. بعد ما تغلي هننزل فيها الجمبري المتقشر بتاعنا، هيتسلق. وبعد كده هنحطه في مية ساقعة. الطبق ده في مية ساقعة عشان توقف عملية الطهي، ده خطوة مهمة جدا جدا. هنركن الجمبري على جنب، واحنا مجهزين الخس المتقطع والطماطم والافوكادو في كاس مناسب. ونحط الخس ونبدأ ننزل عليه بالصوص اللي احنا حضرناه، صوص كوكتيل الجمبري. نحط الطماطم الشيري بتاعتنا، وننزل بقطع الافوكادو، وبعدين نحط الجمبري الرائع بتاعنا. بعدين نغرق كل ده بصوص كوكتيل الجمبري. شريحة ليمون كده محترمة ونحطها على طرف الكاس ونقدمه. وما تنسوش تاكلوا من جوه الحلة.